السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي احلى اخوات ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة مع بعض هنعمل فيديو كله طاقة وتنظيم، كله حكايات. بصوا تشكيلة كده من الفيديو، يعني ان شاء الله يعجبكم وينول رضاكم. هرتب معاكم المشتريات وهقول لكم ازاي بفرزها، كمان هعمل معاكم تجهيزات حلوة قوي للفطار والترتيبات في البيت. كمان هقول لكم على حكاية عجبتني جدا لما قريتها، ان شاء الله كلنا نستفيد منها. وفي اخر الفيديو شوية حاجات كده كنت نزلت جبتها حابة اعرضها معاكم. بس لو اول مرة تشوفيني، انا اختك فوزية ودي قناتي يوميات ونصايح فوزية. اتمنى تنوريني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو، فعلي رمز الجرس علشان كل حاجة بنزلها توصلك بإذن الله اشعار بيها. ما تنسوش اللايك لانه بيدعمني وبيرفع الفيديو، كلامكم الحلو بيشجعني. ولو انتي اول مرة تشوفيني اكتبيلي في التعليقات علشان ارحب بيك. في الاول حابة اخد رأيكم ويهمني اسمع مشورة منكم في الموضوع اللي هكلمكم فيه. دي غسالة الملابس بتاعتي. الغسالة دي الصراحة بقالها 18 سنة. بصوا هي من حوالي سنتين قبل ما زوجي يتوفى، يعني تقريبا من 3 سنين. اللي حصل فيها ان هي السخان اللي فيها كده السلوك بتاعته ساحت وفرقع في الغسالة. فلما جبنا الراجل يصلحها قال ان هي لازم يتغير لها الحلة، لان السخان والحلة جزء واحد. فغير السخان والحلة. الغسالة اشتغلت فترة ما كملتش 6 شهور ورجعت عملت نفس المشكلة تاني. فقال لنا برضو ما عندوش حل غير انه يغير لها الحلة. صراحة زوجي ساعتها ويمكن من اول مرة كمان قال لي نشتري غسالة، والحمد لله على كل حال. بس يا ريتني سمعت كلامه، لان ساعتها الغسالات كانت رخيصة وما كانتش غالية زي دلوقتي. لما باظت تاني مرة برضو قال لي، فما كانش عندنا حل غير ان احنا نغيرها. اول مرة ب1000 جنيه وتاني مرة ب1000 جنيه، يعني دفعنا عليها 2000 جنيه. بس لما جت المرة اللي بعدها، يعني لما صلحها غير لها الغسالة المرة التانية، طبعا هو بيحط حلة مستعملة ما بيحطش حاجة جديدة. بصيت لقيت الغسالة اصلا ما بتسخنش، يعني ما بتعملش مية سخنة. كمان الكاوتشة بتاعتها عملت الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقت كل شوية تطلع نقط سمرة كده عليها. احاول انضفها ما بتنضفش، مرة على مرة بقت كتير والسواد فيها بقى كتير زي ما انتوا شايفين كده. حسيت ان هي ما بقتش بتنضف الهدوم خالص. ولقيتها كمان ما بتسخنش اي المية، يعني هي المية بتفضل فيها باردة زي ما هي. الموضوع ده طبعا انا لاحظته بقالي يعني فترة طويلة، يعني بعد ما زوجي توفى على طول. بس طبعا يعني نظرا للظروف اللي انا كنت فيها ما كانش فيه امكانية بقى ان انا اصلح الغسالة، يعني اشوف فيها ايه ولا عايزة ايه. المهم بقيت عارفين اغلي الهدوم الاول قبل ما اغسلها، وبعدين اسيبها تتصفى، وبعدين ارجع احطها في الغسالة واغسلها علشان الهدوم تنضف. بس الموضوع ده تعبني جدا وارهقني. وبصراحة برضو في حاجات ساعات ما كنتش بغليها لانها ما تنفعش تتغلى، فكنت بغسلها على طول. بس كنت بحس ان هي ريحتها مش حلوة واغسلها مرة واتنين. فالمهم ان الغسالة غلبتني خالص. فدلوقتي انا لو وديتها تتصلح، لما سألت عليها يعني ان انا هغير لها برضو الحلة واشغل لها حاجة بسخان، لقيتها ممكن هتتكلف حوالي 2000 او 3000 جنيه، وبرضو هيجيب لي حاجات مستعملة يعني مش حاجات جديدة. فالصراحة انا بفكر اجيب غسالة ومش عارفة، يعني بفكر اجيبها بالتقسيط. دورت على كذا نوع، يعني لقيت ان نوع توشيبا، بس هي بضمان ميراكو كويسة يعني وشغالة والناس بتشكر فيها. فانتوا برضو عايزة رأيكم في التعليقات، شوروا عليا كده وقولوا لي اعمل ايه. ويا رب يوسع عليكم جميعا ويوسع علينا ونحافظ على الأجهزة. والله انا بحافظ عليها جدا، بس هي باظت كده مرة واحدة، وطبعا مع الفترة اللي فاتت فالدنيا اتلخبطت عندي جامد. مستنية اسمع رأيكم وكلامكم في التعليقات. زي ما انتوا شايفين كده انا ابتديت اني اجهز الخضار اللي كنا شاريينه مع بعض في الفيديو اللي فات. قلت لكم ان انا جايبه الليمون، وكان الكيلو ساعتها جايباه ب20 جنيه، وقلت لكم ان هو ليمون رفيع شويه عامل زي الزيتون كده. طبعا انا خدت الليمون دوت سلقته، يعني مش سلقته، انا الميه غليت حطيته في الميه يا دوبك 5 دقايق وصفيته من الميه وسبته لما برد، وبعدين بخلله بمنتهى البساطه كده زي ما انتوا شايفين. بس بضيف عليه عصفر
وحبة البركة بيدوله ريحة حلوة قوي، وكمان شوية الجزر دول بيسرعوا من انه يتخلل، لانهم بيمتصوا المرارة اللي فيه وما بيخلوهوش مر. انا ما بستخدمش المية اللي سلقت فيها الليمون، لانها بتكون بحس ان هي يعني بتكون مرة، ما بتكونش حلوة. كمان هعمل مخلل الخيار اللي برضو كنت شارياه معاكم ساعتها وقلت لكم على سعره في الفيديو بتاع المشتريات اللي فات. يا رب تكونوا شفتوه، ولو حد ما شافوش ارجعوا شوفوه ان شاء الله يعجبكم، وتشوفوا العزومة الحلوة اللي انا كنت عاملاها لولادي. وحابة اشكركم كلكم على كل الكلام الحلو اللي قلتوه وعلى مباركتكم. يا رب ان شاء الله تفرحوا كده باولادكم، اللهم امين. وده كيلو الفلفل الالوان اللي كنت جايباه برضو قطعته وهشيله في الاكياس دي، كنت برضو جايباها معاكم في فيديو مشتريات قبل كده. والصراحة الماركة دي حلوة وكان ساعتها عليها تخفيض، لو لقيتوها اشتروها بجد حلوة قوي، والقفل بتاعها حلو وبيتقفل، يعني بفتحها واستخدمها واخد منها وارجع اقفله تاني وبيفضل محكم الغلق، بعكس بعض الانواع التانية لما بتفتحيه وتقفليه وهو محطوط في الفريزر كده ما بيبقاش عايز يقفل تاني وبيفتح وبيسرب بعض الحاجات اللي جواه. واحنا شغالين وبنوضب في الخضار عايزة احكي لكم حكاية عن واحدة كانت بتقول انا طول عمري منظمة من قبل الجواز، وانا بحب الترتيب، كل حاجة ليها مكانها ووقتها، وهدومي مكوية ومذاكرتي مظبوطة. كنت دايما بفتخر اني بنجح ازاي بدير يومي بحكمة وهدوء لحد ما اتجوزت. وهنا بدأت الحياة تاخد شكل تاني، مش بس مسؤولية البيت والعيال، لكن كمان جوزي كان طيب جدا بس عايز اهتمام بيه طول الوقت، حتى وانا في شغلي وانا بشتغل في البيت. لو اتأخرت في اني الرد عليه يزعل وياخد على خاطره، لو نسيت حاجة صغيرة يفتكرها ويكبر الموضوع. ابتديت الاقي نفسي مشغولة طول الوقت، مش بس بالاكل والغسيل والمذاكرة، لكن كمان بمحاولة ارضاء كل الناس اللي في حواليا في كل وقت. بقيت اضغط على نفسي واقول معلش انا قدها، واضغط كمان لحد ما تعبت. مش بس تعبت جسديا لكن تعبت نفسيا وجسديا. التعب اللي بيخليني انسى نفسي وانا واقفة في المطبخ ومش عارفة ابدأ منين ولا اعمل ايه، لحد ما وقفت مع نفسي ولقيت دموعي بتنزل وانا ساكتة وكل حاجة ملخبطة حوالين مني ومش لاقية وقت لنفسي. بصيت حواليا كده وقلت انا فين البنت المنظمة اللي كنتها؟ فين اليوم؟ فين الراحة اللي كنت بحس بيها لما كنت بخلص يومي وكنت برتاح؟ بدأت اراجع نفسي، قلت مش لازم اقول حاضر لكل حاجة، مش لازم اكون دايما متاحة، مش لازم اضغط على نفسي علشان حد تاني يكون مرتاح. رجعت لنظامي، بس المرة دي كان في نظام لنفسي كمان، نظام للراحة والهدوء للتقدير الذاتي. بدأت اقول انا تعبانة وده مش غلط، بدأت اخلي وقت لنفسي من غير تأنيب ضمير، بدأت افكر فيا مش بس في اللي حواليا. رجعت احب يومي واحب بيتي واحب نفسي اكتر. وده اللي دايما بقوله لكم دايما ما تخليش نفسك متاحة على طول. وقلتلك انا دايما كنت بقول لولادي اليوم خلص، وكمان قلتلك لازم تخلي لنفسك وقت خلال اليوم ترتاحي فيه، ربع ساعة نص ساعة. الدنيا مش هتتهد ولا تتلخبط لو خليتي لنفسك الوقت ده تشربي فيه حاجة سخنة، ترتاحي من دوشة اليوم والزحمة، تنظمي افكارك، تشوفي انتي ناوية تعملي ايه وايه اللي لازم، ايه اللي ما عملتهوش وايه اللي لازم تعمليه. هيفرق معاكي لما هتحبي نفسك، هتحبي كل اللي حواليك، وهتكوني راضية عنهم وراضيين عنك وعن اللي انتي بتعمليه. مش عيب ابدا انك تقولي لا، ومش عيب ابدا انك تقولي ما بعرفش اعمل الحاجة دي، مش عيب فيكي صدقيني. المهم انك تكوني انتي كمان مرتاحة زي ما شفتوا كده في الفيديو، وزي ما حكيت لكم الحكاية بجد لو كلنا طبقناها كلنا هنرتاح. قولولي في التعليقات مين دايما هارية نفسها كده في شغل البيت ومش منتبهة لنفسها خالص. في النهاية على فكرة محدش بيرضى ولا حد بيعجبه، ودايما بيبقوا عايزين
عايزين زيادة. ومين فيكم بتعمل وقت لنفسها واخدة بالها من نفسها وفي نفس الوقت واخدة بالها من بيتها ومبسوطة هي كمان؟ زي ما شفتوا انا بعمل رتبت معاكم الخضار، وكمان جهزت شوية حاجات كان عندي، شوية لوبيا، شوية لوبيا كده. احنا بنحب اللوبيا الصراحة، ما بنحبش الفاصوليا خالص. كمان لقيت عندي غلة بليلة يعني، فسلقتها برضو وجهزت منها كيسين كده، وعملت وجبة عشاء للولاد منها. بتكون حلوة في البيت لما تسلقيها وتجهزيها، يا دوبك تطلعيها تحطي منها على اللبن، بتريحك جدا وبتبقى مغذية قوي ليهم، وكمان بيبقى تنويع ومشبعة كمان في نفس الوقت. بقالنا مدة ما عملناش فول، فكان عندي نص فول فدمسته، مش بعمل فيه اي حاجة غير اني زي ما انتوا شايفين كده حطاله الليمونة سليمة زي ما هي. بصراحة انا مش هسيبه لما يبرد قوي، بس يا دوبك يبرد كده يعني يبقى لسه فيه سخونية شوية، بعبيه في الاكياس علشان يفضل بلونه ومحتفظ بلونه، ما يبقاش ما يسودش. مهما عملتي في الفول لما تركنيه هتلاقي الطبقة اللي فوق الوش اسودت. بقسمه في اكياس، وكمان بعمل منه علبة دايما بتكون موجودة عندي في التلاجة، اي حد يجوع في اي وقت عنده جبنة عنده الفول يطلع ويعمل. بس اهم حاجة تكون الاكل جاهز. احلى حاجة الفول لما بيكون كده جاهز في التلاجة وتطلعيه وتعملي السندوتش. انا بسخن العيش بفتحه بحشيه بعمل السندوتش، بيكون يا سلام ولا اكنه بتاع الشارع. دايما زي ما انتوا شايفين بحب اعمل للولاد الاكلات كده اللي بيجيبوها من بره، وانت كمان حاولي تعملي لهم، تشوفي هما بيحبوا ايه وتعملوه لهم، هيوفر معاكي كتير وهيفرحوا. لسه اليوم مخلص، خليكي معايا علشان في شوية مشتريات هقولك عليها بالاسعار. جبتها شوية حاجات كده كنت عايزة اجيبها، نزلت جبتها من بيت الجملة، وكمان جبتها من شريف هوم جنبي هنا. اول حاجة جبت تمن الجبنة التركي ده، وده جبته من السوبر ماركت اللي جنب مني، وكنت ناوية اجيب لانشون حلواني بس ما لقيتش عندهم من لانشون الحلواني، فروحت بيت الجملة لقيت اللفة دي على بعضها هي وزنها 250 جرام، كان سعرها 109، عليها خصم 30 جنيه، فبقى سعرها مناسب جدا. جبتها بس دي الحاجات اللي كنت عايزاها للعشاء يعني والفطار. اما بالنسبة للحاجات اللي جبتها من عند شريف هوم، فانا جبت دي عجبتني وانا بتفرج على الحاجات اللي عنده. دي زي اللي بنشكل بيها الكحك والمعمول، بس بدل الخشب فهي معمولة من البلاستيك. كمان كان في مقص تايه مني خالص، ما كنتش لاقياه، مش عارفة راح فين او موجودة ازاي، فما بقاش عندي الا مقص واحد في المطبخ. فاضطريت يعني ايه، ساعات بتبقي ده مش نضيف بتبقي عايزة مقص تاني، فجبت المقص ده كان عامل 32 جنيه، وبتاعة الكحك دي كانت عاملة 12 جنيه ونص. اما المناديل المبللة دول فكانوا عرض على بعضه عاملين 27 جنيه ونص. دي كل الحاجات اللي نزلت اشتريتها، وخلص اليوم على كده. بس كان ابني ربنا يحفظه ويبارك فيه جايب لي التموين، حبيت برضو اشاركه معاكم. جبت بالنقط كيس الرز ده، وجاب لي كمان ازازة الخل دي. كلها حاجات بتنفع في البيت، يعني انتوا عارفين البيت اي حاجة بتجيبيها من كده بتجيبي بدلها بقى بالفلوس لو معاكي. كمان خدت طبعا 3 ازايز زيت لان احنا 3 انفار في التموين، و3 اكياس سكر. وده كان كل التموين بتاعنا الحمد لله. اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال، يعني برضو بينفع. وما نشوف هيفضل معانا التموين ولا هيلغوه، لاني سمعت برضو كان كلام ان هم هيلغوه ويدوا بداله دعم نقدي او دعم كده. المهم انه ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو وصلتي معايا لحد هنا اتمنى تكوني نورتيني باشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو، وفعلتي رمز الجرس علشان دايما كل حاجة بنزلها يوصلك بيها اشعار. ما تنسوش اللايك لانه بيدعمني. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.